في مركز دار السلام في سوهاج. وفي عام 2016 حنان اتجوزت وخلفت أول بنت، بس جوزها بيحب الصبيان وقال لها اللي جاي إن شاء الله يبقى الولد. بس الخلفة التانية جت بنت برضه، وحماتها بدأت تبص لها وكأنها هي اللي جابت البنت من عندها، وهددتها وقالت لها التالتة لو جت بنت أنا هجوزها. وكل ميعاد الولادة ما يقرب حنان تخاف أكتر. وبعدها جوزها جاله عقد عمل في دولة عربية، سافر وهي كانت لسه ما ولدتش، ولما ولدت جابت البنت. وهنا حماتها قالت لها انا هكلمه يتجوز عليكي. حنان كانت متغاظه جدا من حماتها ونفسها تنتقم منها، وكمان كرهها للولاد بقى شديد جدا. كل واحده بتخلف ولد كانت بتكرهها وبتكره ابنها. وفي يوم اتخانقت مع سلفتها اللي لسه جايبه الولد وقالت لها خايفه على اولادك، بس سلفتها ما اهتمتش بكلامها، لان حنان في الاخر برضه ام وعندها اولاد. بس الغل بتاع حنان زاد كل ما تشوف حماتها بتعامل سلفتها ازاي وبتحب حفيدها قد ايه. قررت حنان انها تخطف ابن سلفتها اللي عنده 4 سنين وتتخلص منه. وفي يوم كان بيلعب مع بناتها، ولما دخل البيت خنقته ورميته في الصرف الصحي ومحدش لقاه. ولما دوروا على الولد وما لقاهوش دخلت حماتها عليها بتتهمها ان هي ورا اختفاء الولد، وبتقول لها رجعيه. حنان قالت لها انا ما اعرفش عنه حاجه. وهنا حماتها هددتها انها لو ما رجعتش الولد هتعرف جوزها ويطلقها وهتبلغ عنها. وهنا حنان قالت لها كل ده مش هيرجع الولد. وفهمت حماتها ان الولد مات، فقالت لها لازم تردي لي حقي وتجيبي لي عيل من عيلتكم وانا هخلص عليه بايدي. طبعا خلاص ما بقاش صعب على حنان انها تخطف، قلبها خلاص بقى قاسي. وفعلا خطفت يوسف ابن بنت عمها وسلمته لحماتها، وما تعرفش عملت ايه فيه. وغياب يوسف عمل ولعه في البلد، بقى كله يدور وكله مش عارف الاطفال بتروح فين، وبقى كل تفكيرهم ان في عصابه بتخطف الاطفال عشان الاعضاء. واتجمهر الاهالي عند القسم وقطعوا الطريق واتهموا الشرطه بالتقصير وانهم مش عارفين يوصلوا لاولادهم اللي بيختفوا. وهنا حنان خافت احسن يربطوا ما بين اختفاء الصبيان بالذات وبينها، ففي وسط التجمهر ده خطفت البنت حنين اللي عندها 3 سنين. والكل بدأ يدور على حنين، الاهالي والشرطه. بس حنين في الفرن بتاع حنان وبتشويها. حمات حنان دخلت عليها تاني وقالت لها النار جوايا ما هديتش، ولازم تجيبي لي عيل غالي عندك وقريب ليكي قوي وانا اللي هخلص عليه بايدي. خوف حنان من حماتها ومن تهديداتها خلتها خطفت ابن اخوها وقتلته وحطته في الفرن. وهنا الاهالي ما استنوش 24 ساعه عشان بلغوا في الحال، والشرطه قامت في الحال وتدور، وبدا يخشوا كل بيت يدوروا ويفتشوا. وهم بيفتشوا المباحث لاحظت ان في ست على سطح وعماله تولع في فرن، والريحه اللي طالعه منه ريحه وحشه جدا. ولما الامن طلع السطح الست كانت جريت. رئيس المباحث امرهم انهم يطفوا النار ويشوفوا ايه اللي مولع جوه. وبعد ما النار طفيت خدوا كل اللي موجود في الفرن ولقوا اثار من اعضاء جسم ادمي وقبضوا على حنان. بس كانت المفاجاه ان الطب الشرعي قال ان اللي موجود جوه الفرن اكتر من جثه والاشخاص مختلفه. والامن لقى قطعه قماش لفستان اهل حنين اتعرفوا عليه وقالوا ان دي بنتهم اللي اختفت ومش عارفين راحت فين. وبعد مواجهه حنان بالادله وبالحاجات اللي وجدوها في الفرن بتاعها ما قدرتش تنكر، وحكت على كل الجرائم اللي عملتها، وكمان حكت على الجريمه اللي عملتها حماتها في حق الولد يوسف. وتم القبض على حماتها واتهموها بقتل الطفل يوسف، وصدر الحكم على حنان وحماتها بالاعدام. كان مالها يعني خلفة البنات نعمه كتير قوي مش طايلها. ولو وصلتوا لغايه هنا عليك تشترك في القناه وتعمل لايك للفيديو وتخش على فيديوهات القناه، اكيد حاجات كتير هتعجبك. سلام.